مسيكم بالخير. يحكيوا من قديم الزمان على هدرة الإرهاب، حكاية موجعة ونهايتها عذاب. كانت عند ولاد الوصول مكروهة ومنبوذة، حتى جات باندا جديدة ردتها موضة. ولا اللي ما يحبهاش يتسمى انتيكا، والناس ما فهمتهاش صنيعة ولا خليقة. فما حتى اللي قالوا خرافة وكذبوا الأحزاب والجندرمية والصحافة. والآفة ماشية وتستفحل في البلاد وتاكل في أرواح ودم العباد. كي نبهناهم ما سمعوناش، وكي حذرناهم ما صدقوناش. وبعد ما كل يد خذت أختها فقنا مخر، قلنا خلنا نحكي لكم الرواية من الأخر. إنني لو دعيت أن أصف وضعنا اليوم لقلت أنه وضع شبيه بالوضع الذي كان عليه المؤمنون بعد صلح الحديبية. ما عرفش معناتها صلح الحديبية شكون بين الرسول الأكرم ومعاه جماعة المؤمنين ضد قريش الكافرة. يعني هما هذوكم الجماعة المؤمنة وبدأت المجتمع التونسي كافرة. جاءت الثورة المباركة ليكف الله بها أيدي الطاغوت وأعوانه عنا. شوف المؤامرات اللي قاعدة حولنا الآن وكلهم قاعدين يتجمعوا، تجمع بعد تجمع، كلهم قاعدين يتجمعوا ضد شكون؟ ضد الإسلام؟ ضد الإسلام، ضدنا. ما همش بناء تنظيمي تقليدي وقياده وهياكل وكذا، هذه مجموعات مخترقين من احزاب. حركه النهضه اخترقتهم. السيد حبيب اللوز مخترق وهم يقوم نشاطات نهار الجمعه بركه في جامع فتح الله، عامل خطاب طويل وعريض يحكي على الخلافه وعلى ارساء الخلافه وتاكيد الخلافه ومدحيه للتيار السلفي. لاني جبت انصار الشريعه كانهم ناس قاعده تتطور، قلت راهم قاعدة صحيح منتمين أصلا القاعدة، لكن هم راهم على الطريقة التونسية. مخترقة من بعض عناصر المؤتمر، مخترقة أيضا من بعض رجال المال الفاسد اللي يجندوا في باندية وخلايق ومجرمة، ويجندوا في بعض العناصر اللي فجأة ربت لحية. أنا كانوا عندي ناس نبتهم في البائع الخمري خلصة من بعد 4 و5 شهور لقيتهم عملوا لحية وولوا سلفية. باش ناخذ لك كل الاحداث الارهابيه. انت عاد معجب بشخصيه ابو عياض؟ لا مش معجب انا. لا معجب لو ان ابو عياض لا لو انه ابو عياض دعا الى العنف او انه حمل السلاح سيكون ضده. وزاره الداخليه هي اللي قالت. سامحني راك عضو في المجلس التاسيسي. نحن قاعدين نأكدوا انه سبيلنا هو الحوار. سبيلنا مع التحريريين ومع خاصة مع السلفيين هو الحوار. وتقابلت أنا مع واحد منهم أبو عياض، قابلته أنا أول أمس، وقابلته قبل ذلك الشيخ الإدريسي. وشنو النتيجة؟ يعني دائما الحوار فيه فايدة. بين عشية وضحاها ولينا نقدموا في فزاعة جديدة. كانت الفزاعة هي حركة النهضة وقت حملة الانتخابات، بعد الانتخابات ولات الفزاعة هي السلفيين، ومحاولة لدفع الحكومة لخوض حرب شاملة ضد السلفيين. هذا لن يكون روحيا عنده ما ثم حتى علاقة لا بأنصار الشريعة ولا أبو عياض بالحادثة هذه. بير علي بن خليفة وراه أبو عياض وراه أنصار الشريعة. لكن ليس بالحجم، معناه ماهوش السلاح ليس بالحجم اللي هو نقولوا احنا اكثر من العاده. معنا اذا استثنينا شويه على مستوى الحدود باعتبار خاصه من الشيره الشقيقه ليبيا، باعتبار سهوله السلاح ورخصه في البقعه هذيك. وبيدهم الاعلام، الجيش مش مضمون. الجيش صحيح مش مضمون، والشرطه مش مضمونه. هي غريبة، كل المؤشرات والظواهر اللي الأمن موافق للمسيرة السلمية، لأنه من جمع الفتح وهو يقول لهم دوروا من هنا وامشيوا على نهج غانا وامشيوا على محمد الخامس، هو كان يوجه فيهم ووصلهم قدام السفارة وانسحب الأمن. ثم لما انسحب بعد، لما وصلهم بعد ما نعرفش وين مشى، الله أعلم فيه. ما يعرفوش السفارة، وصلهم ومشى. وصلهم ما يخاطر ما يعرفوش الثنية، وصلهم ومشى.
شبيك ما تحبش تجاوب على السؤال اللي سالته لك؟ اسكو هذا كما يوصفوه ارهابي ابو عياض ام لا؟ ام تنفي عليه هذه الصفه؟ هاني قلت لك انا اذا كان هو ارهابي علاش الدوله سيبته من السجن؟ تقدرون ان معظم السلفيين هم يبشرون بثقافه ولا يهددون الامن يعني. ما ثماش ديك احنا على كل حال ما لقيناش، والجيش من شيره وهو عمل مشترك والوحدات كلها والحرس وما ثماش دي كونتنت دونترينمون. رد بالك هذاك توا من حقه يطالب الدوله التونسيه في تعويض. لا معناها ابو عياض اي طبعا. احنا الحصيله نتاعنا للمواطنين التوانسه باش يعرفوا بالنسبه لقوات الامن والقوات المسلحه التونسيه 130 جريح، 130 هذوما كل مضروبين بالكرتوش، واللي ساقوا مقصوصه واللي نحاولوا ريه واللي نحاولوا معناها شكون يعرف عليه، وناس هذوما اشتراها معاقب. هذوما 130 مصاب وعندنا 31 شهيد للمؤسسه الامنيه والعسكريه. هذوما شنو؟ وفما ناس مازالت تتشكك ومازالت معناها ماهيش فاهمه ومازالت ارهاب ومش ارهاب ووينو الارهاب. راهو ناس ميته، راهو فما دم. شبيكم هذا الكل ما تزمتوش عليه؟ تزمتوا كان توا الا ما تشعلت الدنيا باش تستزموا. هذه هي حكايه الارهاب، يجي نهار والكل يمشي في التراب. مالي البلاد ما همش مهملينها، والله يرحم اللي خلاو ارواحهم واش ما في جبينها.